السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر حسام محمود. عملت لكم اهو فيديو علشان ارد عليكم على اكتر سؤال انتوا بتبعتوه لي. يا مستر، ناخد سنتر ولا اونلاين؟ بصوا يا جماعة، الاونلاين انا بعتبره كنز بمعنى الكلمة، كنز. فقولا واحدا اونلاين، ولكن الموضوع فيه تفصيل. مش كل الطلبة هينفع معاها موضوع الاونلاين. طيب ليه مستر اونلاين؟ ليه مستر اونلاين؟ لاكتر من سبب. اول حاجه، الاونلاين يا جماعه بيوفر وقت. الاونلاين بيوفر لي وقت كبير جدا. فمثلا انا معايا طلاب القرى وطلاب القاهره واسكندريه. انا المواصلات باخد لي احيانا ساعه رايح ساعه جاي. لو انا هنا اهو، مثلا لو في الصعيد والاقاليم، فانت بتتكلم عن المحاضره الواحده الاسبوعيه ساعه ونص، محاضرتين. اما في القاهره فانت المحاضره 3 4 ساعات انها محاضره واحده. تمام؟ فانت بتتكلم ساعه رايح ساعه جاي، محاضره 3 ساعات عقبال ما هتروح مش عارف ايه. يعني انت الماده الواحده في اليوم 5 ساعات. انا اليوم في ايه تاني؟ تمام؟ فاول حاجه الاونلاين بيوفر لي يا جماعه موضوع الوقت. طيب تاني حاجه، الاونلاين يا جماعه بيفيدني في حته. مثلا لو المدرس شرح حته انا سرحت فيها، او لو انا مثلا في السنتر والمستر مثلا شرح لي حته مثلا انا سرحت فيها، عاوز الحته دي انا ما فهمتهاش كويس، عاوز ارجعها. الاوبشن ده مش موجود الا في الاونلاين بس. تمام؟ انا الاونلاين انا قاعد في الاوضه بتاعتي، تمام؟ مركز، عامل البيئه وعامل الجو اللي مساعدني ان انا اذاكر. تمام؟ الاوبشن ده يا جماعه، في ناس طيب، في ناس بتتضايق اصلا من المجموعات الكبيره في السنتر. خلي بالك برضو، في ناس انت عندك في الثانويه العامه المدرسين بيبقوا من 150 ل 200 في المجموعه. في طلاب مش بيعرفوا اصلا يستوعبوا او يركزوا الا فين؟ في الاجواء الهاديه، في العدد القليل. فبيلجأوا ان هم يعملوا لهم ايه؟ ان هم يروحوا ياخدوا برايفت. البرايفت طبعا في الثانويه العامه غالي جدا، بيوصل ل 2000 و3 و4. فانا النهارده الاونلاين بيوفر لي الجو دوت، بيوفر لي الجو اللي هو بتاع البرايفت. تمام؟ ان انا قاعد في مكانه ومركز. خلاص؟ فاذا معاك عامل الوقت بيوفره، عامل التركيز. تمام؟ حاجه تانية انت ممكن تفصلك في السنتر، النوعيه اللي هي الغلسه من الطلاب اللي هم بيقوموا كل شويه يقطعوا انت مركز مثلا، ويقوم طالب معين كده يفصل المدرس كل شويه، يسال المدرس كل شويه، يقاطع المدرس كل شويه. مش كل المدرسين عندهم حته السيطره على الحصه ديت. خلي بالك، في طلاب بتتضايق جدا من القصه ديت. خلاص؟ بيشتتوا برضو. حته الحته اللي هي بتاع التدوين ورا المدرس ده مش هيكون مسموح لك، مش مسموح لك قوي في السنتر. تمام؟ انت السنتر معاك حاجه من الاثنين، يا هتركز مع المستر يا هتدون. مستحيل تعمل الاثنين. انما في الاونلاين انت تقدر تعمل الاثنين. تمام؟ فانت الاونلاين يا جماعه بمعنى الكلمه انا شايف ان هو كنز. تمام؟ حته المحاضره في حاله الغياب في السنتر، انت المحاضره موجوده على المنصه، تقدر ان انت تعيدها تاني. ولكن خلي بالك، الاونلاين يا جماعه علشان ينجح لازم ضوابط صارمه. خلي بالك، الاونلاين هو كنز بمعنى الكلمه، ولكن الضوابط بتاعته لو ما ظبطتهاش حرفيا هيضيعك. طيب ايه هي الضوابط بتاع الاونلاين؟ اولا يا باشا، الاونلاين تمام، اكبر آفة واكبر كارثة اللي ممكن تضيعك في الاونلاين هي التراكمات. تمام؟ تراكمات المحاضرات. خلي بالك، اي مادة لو في مادة واحدة ركمت المحاضرات، انت هتراكم في باقي المواد من غير ما تحس. واذا ركمت المحاضرات انت انتهيت وضعت، مش هتعرف تلم نفسك تاني. اذا دخل عليك شهر 12 وشهر واحد وانت عليك محاضرات متراكمه، انت انتهيت حرفيا. تمام؟ فعاوز انجح في الاونلاين لازم التزم بالضوابط بتاع الاونلاين، اللي هي ايه؟ اللي هي مفيش حاجه اسمها محاضره هتتراكم مهما كانت الظروف، الا مثلا اللي هي الظروف القهريه تماما، اللي هي الظروف القهريه بمعنى الكلمه. تمام؟ التراكمات خلي بالك، علشان دي اخطر حاجه. انا هاخد اونلاين يبقى هلتزم
مش اللي هو بقى انا في البيت والكلام دوت المحاضره في البيت، فاللي هو هعديها واحضرها بالليل واحضر الماده دي. طيب تاني حاجه، الاونلاين انا بفضل ان انت تاخد في كل المواد الا ماده او مادتين. لازم في ماده او مادتين انت لازم تاخدهم سنتر، لازم تاخد الماده او المادتين دول سنتر. ليه؟ علشان تعيش جو الثانويه العامه. تمام؟ تعيش جو السنتر، تاخد الاوبشن بتاع الطلبه، تاخد لان انت وضع ان انت تكون اليوم كله جوه الاوضه. وضعك انت جوه الاوضه، تمام؟ وضعك جوه الاوضه خلاص، ان انت تبقى اليوم كله مقضي الدروس حصه ورا الثانيه ورا الثالثه بالشكل ده، شهر ورا الثاني ورا الثالث، انت كده هتخش في حاله اكتئاب حرفيا. تمام؟ فانت هتفصل بعيد عن جو الثانويه العامه، هيكون اصحابك كلهم في وادي وانت في وادي تاني. تمام؟ فانت لازم يكون عندك ماده او اتنين على الاقل، يعني لا هو تمام ماده او اتنين تمام خالص، تمام، ان انت تاخدهم في السنتر. حاجه كمان من فوائد ان انت بتاخد ماده او اتنين في السنتر، حته ان انت تتعامل وتتعود على الامتحانات الشامله الورقيه، اللي هي اصلا اوريدي انت كده هتمتحن عليها اصلا. تمام؟ فانت لازم تتعود على الموضوع دوت، لان انت كل الامتحانات في الاونلاين بتبقى امتحانات الكترونيه. خلاص؟ يبقى يا جماعه من اهم ضوابط الاونلاين، تمام، هو ان انا ما راكمش المحاضرات عليا. اثنين، ان انا التزم بان انا احضر المحاضرات في وقتها مهما كانت الظروف. خلاص؟ ثلاثة، ان انا اخلي ماده او اتنين علشان اعيش جو الثانويه العامه. تمام؟ ان انا اخلي ماده او اتنين في السنتر. خلاص؟ بصوا، الاونلاين هو اللي بيطلع اغلبيه الاوائل، بيطلعوا من الاونلاين. تمام؟ الاونلاين حرفيا هيفيدك فوق ما تتخيل. خلاص؟ ولكن الاونلاين عاوز نوعيه الطالب المسؤول، عاوز نوعيه الطالب اللي هو مش محتاج، في نوعيه طلاب محتاج حد ينغزه على المذاكره، محتاج حد يزقه على المذاكره. لا، ده مش بتاع الاونلاين. بتاع الاونلاين اللي عاوز ينجح في الاونلاين هو الطالب اللي هو مسؤول، عارف هو بيعمل ايه، عارف مصلحته، هو عايش مسؤوليه الثانويه العامه بمعنى الكلمه. فانا يا جماعه انا مع الاونلاين قولا واحدا. تمام؟ ولكن مع الالتزام، لو انت هتلتزم بضوابط الاونلاين، وخليك فاكر ان اغلب الاوائل دايما كلهم طالعين من الاونلاين، وهيوفر لك وقت وهيوفر لك كل حاجه. فانا مع الاونلاين، وهيشيل عنك اضرار السنتر لو انت بتنزعج من الناس الكتير والكلام دوت، وبتحب ان انت تركز مع نفسك، وبتحب ان انت تعمل بيئه كده للمذاكره وجو. ولكن خلي ليك حصه او حصتين. احنا هنوقف الفيديو ده كده لحد هنا، وان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله هعمل لكم اهم بقى نصايح، اهم نصايح لازم تاخد بالك منها، واهم الاخطاء الكارثيه اللي وقعت فيها الدفعات اللي فاتت وضيعتهم حرفيا. هنجاوب على شويه اسئله، هنجاوب على المدارس بالنسبه لطلاب الثانويه العامه. الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو في منتهى الاهميه ليك. باذن الله ربنا يفيدكم بالكلام ده يا رب، ويجعل الكلام دوت بفايده عليكم. خلاص؟ استنونا ان شاء الله مع الفيديو اللي جاي. تابعوا البيج وتابعوا القناه، وبالتوفيق لكم يا رب كده ان شاء الله.